السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر اليوم. العناوين: بعد صلاة الجمعة انهيار منزل من 3 طوابق فوق مسجد بالدقهلية. حريق هائل يلتهم عيشا ومزرعة قصب بالقنطرة غرب الإسماعيلية. مصرع شاب وإنقاذ آخر من الغرق بأحد شواطئ جمصة في الدقهلية. سالك جباس: ماذا يحدث قانونيا عند الاشتباه في إصابة المتهم بمرض نفسي؟ اعترافات لص مواتير مياه بالقاهرة: استغليت خلو المكان وسرقت المواتير. ضبط المتهم بالتعدي على آخر في مقهى بالفيوم. إصابة 11 شخص أثر انقلاب ميكروباص داخل ترعة البحر الصغير في الدقهلية. الداخلية تضبط سايس يمارس مهنة دون ترخيص ويجمع أموالا من المواطنين. الداخلية تضبط عصابة حجبت 100,000 عبوة سجائر من الأسواق لرفع سعرها. الداخلية تضبط 108,000 مخالفة مرورية وقضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه. ضبط المتهمين ضرب مدمن داخل مصحة لعلاج الإدمان حتى وفاة. السيطرة على حريق سيارة ملاكي بمنطقة القطامية. ساعات من التحقيقات ماذا حدث في نيابة التجمع مع لاعبي الأهلي. إخماد حريق داخل محل خردة في منطقة النهضة دون إصابات. مصرع شخص وإصابة 26 آخرين بحادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالتجمع. إليكم التفاصيل. بعد صلاة الجمعة انهيار منزل من 3 طوابق فوق مسجد بالدقهلية. شهدت قرية جصاف التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية انهيار منزل مكون من 3 طوابق بعدما سقطت أجزاء كبيرة منه فوق مسجد مجاور بعد صلاة الجمعة، ما صار حالة من الذعر بين الأهالي، ولم يسفر الانهيار عن وقوع أي وفيات أو إصابات في منطقة الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية الميدانية إلى مكان البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط العقار تمهيدا لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين. وتواصل الوحدات المحلية والأجهزة المختصة أعمال إزالة الأجزاء الهائلة للسقوط وفحص المبنى المجاور للتأكد من سلامته، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من تأمين المنطقة بالكامل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. حريق هائل يلتهم عيشا ومزرعة قصب بالقنطرة غرب الإسماعيلية. اندلع منذ قليل حريق هائل داخل بركة زراعية ومناطق من الهيش ومزرعة قصب بقرابة الشهيد خيري تابعة لمركز مدينة القنطرة غربا بمحافظة الإسماعيلية على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية الميدانية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والأراضي الزراعية المجاورة. مصرع شاب وإنقاذ آخر من الغرق بأحد شواطئ جمصة في الدقهلية. لقى شاب مصرعه فيما نجا آخر من الموت غرقا في حادثين منفصلين شهدهم شاطئ بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة. تم نقل الضحايا والمصاب إلى مستشفى جمصة المركزي. الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بوقوع حادث غرق. تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية اختارا يفيد بورود بلاغين بحالتي غرق أمام شاطئ بمدينة جمصة. وأسفر الحادث الأول عن مصرع محمد عصام حامد 19 عام، حيث تم انتشال جسمانه ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي وإيداع ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق. وفي الحادث الثاني نجحت فرق الإنقاذ في انتشال علي محمد يوسف 17 عام من مركز شربين بعد تعرضه للغرق أمام
حيث جرى نقله إلى المستشفى جمث المركزي مصابا بحالة ما بين الغرق لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة. وتحررت المحاضر اللازمة الواقعتين، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابساتهم. سالي الجباس: ماذا يحدث قانونيا عند الاشتباه في إصابة المتهم بمرض نفسي؟ أصر قرار إيداع سالي الجباس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جسمانها في الإسكندرية داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية العقلية تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، وما إذا كان عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية يعني إعفائه من المحاكمة والمسألة الجنائية. وينص قانون الإجراءات الجنائية هذه المسألة بشكل واضح. تنص المادة 338 أنه إذا اقتضى التحقيق في جناية أو جني معاقبة عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة فحص الحالة النفسية أو العقلية للمتهم، ويجوز إيداعه بأحد منشآت الصحة النفسية الحكومية لمدة تتجاوز 45 يوم بناء على أمر من المحكمة المختصة، مع ندب 3 أطباء نفسيين لإعداد تقرير يحدد مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على مسؤولية الجاني، مع إمكانية مد فترة الإيداع بحيث لا تتجاوز 3 أشهر. إصابة 11 شخص أثر انقلاب ميكروباص داخل ترعة البحر الصغير في الدقهلية. أصيب 11 شخص بإصابات متنوعة اليوم أثر انقلاب سيارة تويوتا داخل ترعة البحر الصغير أمام محطة مياه الطائري التابعة لمركز مياه النصر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي تلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة. واختار أمني بانقلاب ميكروباص تلقى مدير أمن الدقهلية اختارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة إلى مرور مركز شرطة منية النصر بوصول إشارة من مستشفى منية النصر المركزي بوصول عدد من المصابين أثر انقلاب سيارة تويوتا داخل ترعة البحر الصغير أمام محطة مياه الطائري بدائرة المنقذ. وانتقلت قوات أمنية من ضابط وحدة مباحث المركز وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال المصابين نقلهم إلى مستشفى منية النصر المركزي الفحص. بين إصابة كل من لطفة بالغيث 57 عام مقيمة بالمنصورة، وياسمين أحمد زين 20 عام مقيمة 100 غم، وسيليا محمد رضيعة تبلغ من عمر 13 مقيمة 100 غم. الداخلية تضبط عصابة حجبت 100,000 عبوة سجائر عن الأسواق لرفع سعرها. نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي من متجر عبوات السجائر مجهول المصدر بحوزته 100,000 عبوة قاموا بتجميعها وحجبها عن تداول بيعها بأسعار أزيد من المقرر. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين وحدهما عنصر جنائي مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح بالإتجار في السجائر المهربة مجهولة المصدر من خلال تجمعها وحجبها عن التداول بأحد المخازن المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة بقسم شرطة اللبان لإعادة بيعها بأسعار أزيد من المقرر. وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم ضبط بحوزتهم 100,000 عبوة سجائر مهربة مجهولة المصدر و5 سيارات بدون ترخيص، ومشاهدتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بخدمة حريق داخل محل خردة في منطقة النهضة دون إصابات. اندلع حريق داخل محل خردة في منطقة النهضة بالقاهرة. على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه دون إصابات. تولت النيابة المختصة التحقيقات. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل خردة في منطقة النهضة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة نشوب الحريق بمحل جمع خردة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 4 طوابق، وتمت عملية إخماد الحريق. ويستمع رجال المباحث مديرية أمن القاهرة
لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.